مساء الخير عليكم جميعا او صباح الخير على حسب انت هتشوف الفيديو امتى. اخيرا وصلت اول كمانجه حقيقيه نجيبها ستيلا من ساعه ما بدات مشوار الكمان من سنتين وشويه، التاور سترينجز انترتينر. طبعا دي كمانجه تعليميه، كمانجه للطلبه. الفرق ما بين الكمانجه التعليميه والكمانجه الاحترافيه انه طبعا الاثنين مصنوعين من الاخشاب بتاعت الكمانجه، الاخشاب الطبيعيه بتاعت الكمانجه. الكمانجه ليها اخشاب معينه لازم تتعامل منها. الوش لازم يتعمل من السبروس، الظهر والضلوع والرقبه وصندوق المفاتيح بيتعمل من الميبل، والمرايه لازم تتعمل من الابانوس. ده اكيد ده اساسي يعني. اي حاجه معموله من اي خشب تاني ما تعتبرش كمانجه. اسعار الكمانجات بتاعت الكمانجات التعليميه بتبدا من $250 لحد مثلا 2000 3 4000 دولار. اي حاجه اقل من كده ما تبقاش كمانجه. مش ممكن تبقى معموله بكمانجه بخشب كمانجه حقيقي، مش ممكن تبقى معموله بمقاييس ومواصفات الكمانجه الحقيقيه. الكمانجات الاحترافيه طبعا مالناش دعوه بيها خالص، يعني دي اقل حاجه بتبدا من 6 7000 دولار لو الصانع بتاعها صانع مبتدئ ومش معروف. الفرق ما بين الكمانجه التعليميه والكمانجه الاحترافيه اللي بيديهم السعر ده، اولا الكمانجه التعليميه بتبقى متصنعه في مصنع، وطبعا كلها بتتصنع في الصين. كل الكمانجات التعليميه اللي في العالم كله بتتصنع في الصين. الكمانجات الاحترافيه بيبقى عاملها صانع وصانع محترف وعنده خبره. الخشب اللي بتتعمل منه الكمانجه بيبقى نفس الخشب زي ما اتفقنا، بس نوع الخشب، عمر الشجره، الخشب متعتق لمده قد ايه. الحاجات دي هي اللي بتفرق الكمانجات بتاعت الطلبه عن الكمانجات الاحترافيه. الناس في الغرب بيعتبروا اي كمانجه اقل من $250 ما تعتبرش كمانجه، بيسموها VSO او Violin Shaped Object، يعني حاجه شبه الكمانجه. وبيقولوا حاجه، مش بيقولوا حتى مثلا Violin Shaped Instrument اللي هي آلة شبه الكمانجه، لا حاجه شبه الكمانجه، لان هي حرفيا كده. ودي للاسف بتضم كل الحاجات اللي موجوده في مصر، الفتنس، الشارك، الشلتر، كل الكلام الفارغ ده. اول حاجه انا جبتها لبنتي كانت كده، للاسف كانت كمانجه مقاس نص، او كانت حاجه مقاس نص اللي اسمها الفتنس. وانا عايز اقول ان هو يعني انا كنت عايز اجرب وما كنتش متاكد ان البنت هتبقى عندها الموهبه وان هي هتكمل في الموضوع. بس انا اكتر حاجه ضايقتني وخلتني اعمل الفيديو ده انه انا بعد كده لما جيت اجيب لها مقاس 3/4 جبت لها دي الاله دي اللي هي نفس الفئه السعريه تقريبا، ومن ماركه اسمها فيل ريفر بيانو. فرق السما من الارض. فخليني اوضح بس، احنا ما احناش امريكان ولا اوروبيين. ففكره ان احنا اقل حاجه نجيبها تكون $250 او $300 هي بالنسبه لهم، مش هقول ان هو رقم عادي، بس يعني اكيد مش زي عندنا. يعني حتى لو $400 $500 بيساووا مثلا 10000 جنيه مصري. ف يعني بالنسبه لنا برضه 10000 جنيه او 15000 جنيه مش رقم سهل يعني. انما في حاجات ارخص من كده، وممكن هم يعتبروها Violin Shaped Object واحنا نعتبرها، او انا بعتبرها entry level، يعني تنفع للبدايه. من ضمنها حاجه زي دي. فانا كنت مستغرب اني لما جيت اعمل سيرش على الموضوع في الاول ما لقيتش موجود في مصر حاجه بوبيولار وحاجه معروفه غير الحاجات اللي انا بحب اسميها صناديق الخشب، الادراج، اللي هي الفتنس والشلتر والشارك والحاجات دي. مع انه ممكن يبقى موجود في مصر حاجات رخيصه وكويسه ومن اخشاب الكمانجه ومصنوعه كويس، لكن احنا عندنا يعني احنا بنمشي للاسف ورا فئتين من الناس. فئه العازف المتوسط اللي هو بيجي دروس ويعمل قنوات على اليوتيوب ويبدا يروج للحاجات دي، لان هو بالنسبه له زي ما بيقولوا دايما لما تيجي اشتري اي حاجه صيني كلهم زي بعض عشان خاطر تعرف تاخد عنده دروس. والناس الثانيه اللي هم بيشتغلوا في محلات الادوات الموسيقيه اللي هم يعني برضه للاسف، يعني انا يعني غاوي ناي. لما جيت اجيب اول ناي كانت اول نصيحه ما تشتريش ناي من محل ادوات موسيقيه. الناي زي الكمانجه له صانع، والصانع بيختار خامه معينه، ويمكن طبعا يعني كطريقه تصنيع الكمانجه بالنسبه للناي زي القنبله الذريه بالنسبه مثلا اللي بتعمل التيجي بالتيجي. الصناعه طبعا مختلفه تماما، لكن المبدا واحد انه دي حاجه طبيعيه ليها خامات معينه انت بتختارها وليها طريقه صناعه معينه. والناس اللي في محلات الادوات الموسيقيه ما عندهمش فكره عنها خالص. يعني انا شفت فيديو على اليوتيوب شاب ظريف في شارع محمد علي عامل فيديو هو كده كام حاجه ملونه وبيقول انا بنقي الكمانجات الكويسه للناس ما اعرفش ايه. هو اصلا اول قاعده في الموضوع انك انت لو لقيت اله متلونه احمر اسود ازرق الكلام ده كله اعرف ان هي صندوق خشب. مفيش حاجه اسمها كمانجه ملونه، الكلام ده مش موجود.
والغريبه انه الراجل عامل فيديو، هو ظريف يعني، هو راجل طيب وظريف، شاب ظريف يعني، بس عامل فيديو حوالي ربع ساعه ما قالش فيه جمله واحده صح. جمله يعني ما قالش جمله واحده تعتبر جمله صحيحه للاسف الشديد. فانا كان حظي كويس، او يمكن حظ ستيلا كويس، ان احنا لما جينا برضو ندور في سوق المستعمل لقينا دي كانت موجوده عند الناس شاريينها يمكن من مثلا 7-8 سنين، وابنهم ما كانش غاوي قوي ففضلت موجوده في الشنطه بتاعتها 7 سنين. فاول ما جبتها يعني الفرق بان. يعني انا عارف ان الكمانجه زي الناي برضو الطالب بياخد وقت لحد ما يطلع الصوت كويس منها، لكن دي في خلال 48 ساعه الستيلا بعد ما كانت الصوت اللي هو السكراتشي، الصوت اللي هو المزعج، الصوت اللي هو اصلا يخلي الطالب يكره الكمانجه، لا دي في خلال 48 ساعه عملت حاجه ثانيه خالص. صوت مختلف، بليابيليتي مختلفه، قدرتها ان هي تعفق مختلفه، الريسبونس بتاعتها مختلفه، استجابتها للبوس مختلفه. وحاجه رخيصه يعني، في امكانيه ان يبقى ده موجود في السوق المصري لكن احنا الناس عندنا في مصر للاسف زي ما بيقولوا المستورد المصري بيروح الصين يجيب يعني مش عارف هو الوصف يعني مش لطيف، بس يجيب اسوأ حاجه موجوده هناك وبيجيب حاجات جينيريك. دي طريقه على فكره تقدر تعرف بيها صندوق الخشب من الآلة. مصر فيها ماركات زي فتنس، زي شيلتر، زي شارك، مش موجوده اصلا في العالم غير في مصر، او بمعنى ادق هي موجوده في العالم بس باسامي ثانيه. دي حاجه في الصناعه بيسموها الاوت سورسنج او الاي ام او الوايت ليبل، يعني عليها تيكت فاضي وانت بتحط عليه الاسم بتاعك. المستورد بيروح لمصنع في الصين، مصنع رديء طبعا، ويقول له اديني الحاجات اللي عندك، فيقول له دي $5، دي $10، دي $15، فيقوم جايب اقل حاجه ويقول له حط لي عليها لوجو بالكلمه دي، واعمل لي شنطه حط لي عليها لوجو بالكلمه دي، ويجيبها ويبيعها على ان هي براند. لو انت دخلت وعملت سيرش على النت مش هتلاقي شركه اسمها فتنس، مش هتلاقي شركه اسمها شارك، مش هتلاقي شركه اسمها شركه، مش هتلاقي الكلام ده، ولا عندهم ويب سايت، ولا هي موجوده اصلا في الحياه، هي موجوده في مصر بس. هتلاقي زيها في امريكا، هتلاقي زيها في الخليج، هتلاقي زيها في اوروبا، بس باسامي ثانيه. لما تيجي تجيب حاجه على الاقل دور على حاجه ليها شركه. يعني شركه بيل ريفر بيانو اللي عامله دي هي اكبر شركه صناعه بيانو في العالم. يعني لما عملت سيرش عليها لقيت ان هي شركه عالميه، هم ما بيصنعوش كمانجات، ده خط كده عملوه جانبي. البيانو طبعا ادوات آلية زي ما احنا عارفين ومتصنعه من الخشب، فهم الناس عندها خبره يعني. فالموديل ده هو مش مكتوب عليه اسم الموديل جوه على الليبل، بس انا بسيرش يعني عرفت ان هو اسمه PRB01 او PRB01. خشب كمانجا، صناعه كويسه جدا ويصلح ان احنا نبدا بيه. الليبل مكتوب عليه ان هو اسم المستورد، اسمه بيانو مرزوق، ده محل في شارع عبد الخالق ثروت. انا قلت عشان لما اجي اعمل الفيديو ده اكلم الناس اعمل سيرش عليه، لقيت ان هو محل كبير جدا، بس هم على السوشيال ميديا للاسف سواء فيسبوك او انستجرام لقيتهم من 2021 وهم ما بيعملوش اي بوستات خالص. فانا مش عارف هم لسه شغالين ولا لا، ولو شغالين في الموديل بتاع الكمانجات ده ولا لا. بس ممكن تساله يعني ده سهل انك انت تروح له عبد الخالق ثروت في وسط البلد، سهل انك انت تروح له وتساله اذا كان لسه بيجيب كمانجات من الشركه دي ولا لا، اذا كان شغالين ولا لا. لو ما كانش وما لقيتهاش ممكن تجيب سوزوكي مثلا، ممكن تجيب سوزوكي حاجه محترمه جدا، مصانع وفي نفس الفئه السعريه مش اغلى كتير، ومعروف ان هم عندهم كونسيستنسي، عندهم كواليتي كنترول، يعني كل حاجه بتخرج من عندهم من المصنع بيبقوا متاكدين ان هي مظبوطه، بيبقوا متاكدين ان هي يعني اسم السلوكي اسم معروف في الكمانجا، وعندهم منهج تدريب وناس معروفين يعني، والرسالة بتاعها كويس، لما تيجي تبيعها هتعرف تبيعها. في شركات تانية ليها مواقع وتقدر تخش وتشوف المصانع، يعني فينيكس مثلا في شركه اسمها اينو تقريبا، بس يعني انا شفت كمانجات فينيكس وما تعتبرش كمانجات برضه. في حاجه تانية اسمها ستاج ليهم برضه موقع، بس هو اللي ضايقني في ستاج ان هم كتبوا ان هي هاند ريد. هي طبعا زي ما قلنا مفيش كمانجه تعليميه، سواء الرخيصه خالص دي اللي ما بيحبوهاش واحنا ممكن نشتريها عشان ظروفنا احنا الاقتصاديه، ولا طبعا الحاجات اللي هي الكويسه اللي هي التعليميه دي هي كلها طبعا بتصنع في الصين وكلها مصانع، مش ممكن تبقى هاند ريد طبعا، استحاله. بس هو غالبا هيبقى الاسمبلي بتاعها، يعني هي بعد ما تتعمل تتقطع مكان CNC وحاجات من دي، يجي مثلا الناس تجمعها بايديها، فهم استغلوا الحكايه دي وكتبوا ان هي هاند ريد. والمراجعات بتاعتهم برضه مختلطه، في ناس بتقول ان هي ستاك كويسه وناس بتقول ان هي مش كويسه، لكن على الاقل هي شركه وعندهم موديلات، عندهم كتالوج. فيعني فينيكس اضعف الايمان، او يعني برضه ما ننصحش بيها. انا شفت يعني
يعني انا مش عازف كمانجا، لكن انا مع بنتي في المشوار ده بقى 2 سنين ونص، وانا بحب الخشب وعندي خبره معقوله فيه، وعلاقتي بالمزيكا قديمه يعني انا كنت صغير. يعني وبعدين بوفر على الناس انها تعمل سيشن تبذل مجهود. يعني اللي انا بقوله ده عشان الناس اللي هي بتكسل ان هي تعمل مجهود، خايف الفيديو يطلع طويل، بحاول اتكلم بسرعه وبحاول اختصر. لو حابين ان انا اتكلم بتفاصيل اكتر ممكن ابقى اعمل فيديو تاني. انا مش عامل القناه هنا علشان خاطر الربحيه خالص، مش عايز حد يعمل سبسكرايب، مش مطلوب من حد ان هو يعمل لايك ولا كومنت، بس عشان اي اب عنده طفل موهوب وعايز يجيب له كمان يتعلم عليه، او حد كبير وغاوي عايز يعني مش عايز يجيب حاجه تكرهه في الكمانجا. ما تسمعوش يا جماعه كلام الناس اللي على النت، اليوتيوبرز المصريين. يعني في عازفين محترمين قوي كبار زي مثلا انور الحقيقي، الاستاذ انور الحقيقي عازف، يعني تلاقيه بيعمل فيديوهات للشباب كمان، كان ناس كتير كويسين من المحترفين. عمرهم ما هينصحوك ابدا انك تجيب الحاجه اللي هي النو براند دي. الحاجات الفتنس والشارك والشيلتر دي اخرت بنتي، الفتنس دي اخرت بنتي. يعني هي بدات تتحسن، وخصوصا ان انا للاسف برضه يعني يمكن حاسس بالتقصير شويه ان هي بقى لها 2 سنين وشويه انا مدرسها الوحيد. ففي حاجات طبعا يعني ايه ممكن تكون كانت هتبقى احسن لو كان معاها مدرس محترف، والاله نفسها بتفرق كتير جدا جدا جدا. فبالنسبه للي عنده ميزانيه محدوده، شوفوا البيل ريفر بيانو لو قدرتوا انكم تجيبوها. لو مش موجوده في مصر خلاص الراجل ما عادش بيجيبها. سوزوكي، او يعني لو خلاص بقى الدنيا قفلت نشوف فينيكس او ستاج. انما الحاجات التانية الدرج اللي الناس بتجيبه، الخشب الابلكاش اللي هو عامل زي الكونترا والحاجات دي، ده مش ممكن اصلا ان هو ما يبقاش آلة موسيقيه. يعني فيزياء ما ينفعش، قوانين الطبيعه ما تنفعش ان هو يبقى اصلا آلة موسيقيه يعني. فالموضوع طبعا تفاصيله كتير، بس انا خايف، لان انا عارف الناس في مصر لو شافت بوست على الفيسبوك 10 سطور بيعدوه، ما بيرضوش حتى ان هم يقروه يعني. بس انا قلت انا واجب عليا ان انا يعني، لان انا كأب انا بعمل مع بنتي كل اللي اقدر عليه، عندها موهبه فانا عايز افتح قدامها الطريق وهي تختار. والله هتكمل وتبقى محترفه، هتبقى المساله بالنسبه لها هوايه، هي حره، ده قرارها هي، بس انا على الاقل اكون وفرت لها الادوات اللي ممكن تساعدها لو حبت ان هي تستفيد من الموضوع. وعارف برضه ان في ناس زي حالاتي بيبداوا يتعلموا الاله الموسيقيه اللي هم بيحبوها في سن متاخر، زي ما انا بدات مع الناي. وانا شفت ناس على النت يعني بيتعلموا كمانجا وهو عندهم 70 سنه، ودي آلة صعبة جدا وعايزة سنين طويلة جدا جدا عشان يجيبها. هم مش محترفين، بس حابين الآلة وعايز يتعلموا عليها. فاللي هيجيب صندوق خشب غالبا هيكرهه في الآلة وهيخليه يعني، وبعدين هيحس ان هو ضعيف، وممكن ما يكونش ضعيف لانه هيحارب معاه. وما تعتمدش على انك انت تشوف حد بيعزفها على اليوتيوب. يعني على فكره اللي بيعرف يعزف، انا بنتي دلوقتي في الوقت الحالي بمستواها الحالي لو انا جبت لها سوري يعني العلبه الكرتون بتاعت الشوز والكوتشيات وهتشبك لها عليها سلكين هتعزف. بس ده مش معناه ان هي كمان. وبعدين انت مش هتبقى حاسس اللي بيعزف ده بيتعذب قد ايه عشان يطلع لك صوت. انت عايز آلة تساعدك مش آلة تقاومك.